تجمع تاني لسه بيتحدد الميعاد بتاعه بتاع 2008. كل السلبيات اللي حصلت في المعسكر ده هنتلاشاها في اللي جاي باذن الله. وعاملين فكره كويسه. احنا نبهنا على المديرين الفنيين في الخمس محافظات ان كل قبل يعني مثلا لو كان مثلا على فرض الميعاد المعسكر اللي جاي يوم 17 قبلها بيومين هيتعمل تجمع لكل اللعيبه لمنتخب 2008 في محافظاتهم، في اسوان، في الاقصر، في قنا، في البحر الاحمر، عشان يتشافوا ويجينا احنا الخلاصه بس للمدير الفني. شمال وجنوب. انا هتكلم بالنسبه للجمهور بس دلوقتي. هو شمال ليهم اسلوب في اختيارهم، هم ناس كويسين مع بعض. عملوا تجمع يومين اعتقد في المنيا الاسبوع اللي فات، احنا ما عملناهوش. فاحنا ما كانش عندنا فرصه متاحه ان احنا نشوف لعيبتنا كويس. كابتن أسامة عبد الراضي المدير الفني لمنتخب جنوب الصعيد، ورسالة أخيرة بيوجهها الكابتن أسامة عبد الراضي لكل من سولت له نفسه أن يتحدث عن هذا التجمع، سواء على التواصل الاجتماعي أو تحدث بظاهر الغيب. أنت شايفها إزاي من وجهة نظرك وتواجد للمدير للجهاز الفني لمنتخب مصر هنا في داخل مدينة الطود، بالتحديد داخل المدينة الشبابية؟ اولا بالنسبه يا استاذ عمرو، انا عايز اقول لك على حاجه. انا بالنسبه للناس اللي بتتكلم، انا اللي مش اللي يزعلك، انا المشكله كلها في حاجه واحده بس، ان انت عندك في شيء ما عندكش معلومه. انت ما عندكش معلومه، فانت عمال بتتكلم وتحكي وتقول في شيء انت مش عارفه. انت اللي تعرف كم لاعب جاي، ولا تعرف اللاعب تختارها ازاي، ولا تعمل. يا ريت مثلا بتسال بس، لا ده انت بتختار وتشتم. فبرضه ده انا ما يفرقش معايا خالص. انا مش في دماغي موضوع التعامل مع احنا الواحد بيرضي ضميره وبيجتهد، والحمد لله. اتمنى يكون في محصله كويسه. يعني احنا تعبانين لنا فتره كبيره، والاجهزه الفنيه والمديرين الفنيين معانا في القطاع في الشمال ولا في الجنوب تعبانه. فاتمنى يكون في محصله كويسه من كابتن وائل. احنا منتظرين نتيجه زي الثانويه العامه على فكره. السيد المحاسب جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يتواصل يوميا من أجل الإطمئنان على تواجد منتخبي الشمال والجنوب وبعثة وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر. شايف هذا التواصل إزاي؟ استاذ جمال على فكره يعني الراجل هو مشغول دلوقتي، ما عنده جمعيه عموميه المفروض يوم 11، وعنده سفر للبطوله الافريقيه. احنا جزء من الكل. يعني احنا كل ما في الامر هو ادى تعليماته في البدايه للمديرين التنفيذيين، وهم بيشتغلوا وبيتواصلوا وبيجتهدوا. واعتقد المحصله ان في معسكر ناجح. واتمنى كابتن وائل يعني يكون في حديث معاه يوضح ايه اللي حصل، لان هو هيكون في مصداقيه اكتر مني. انا بشكر عشان احنا مساهمين في التجمع ده، ولينا غرض فيه مثلا نكون. ولكن اتمنى كابتن وائل هو اللي يستعرض لك كل الرحله كلها من البدايه، وايه انطباعه. ده شيء يهمنا كلنا طبعا. كابتن أسامة عبد الراضي المدير الفني لمنتخب جنوب الصعيد، بنقول لحضرتك شكرا جزيلا على التوضيح، وشكرا جزيلا على انك اتحت لنا الفرصه ان يتحدث للرد على كل الاسئله التي تدور داخل الاذهان. شكرا جزيلا لحضرتك كابتن اسامه. شكرا يا استاذ عمرو، شكرا على تعبك ومجهودك معانا. انت ما سبتناش نوع المعسكر، وان شاء الله ربنا يكلل تعبنا كلنا على خير باذن الله. شكرا يا استاذ عمرو. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن اسامه.